الكميتة شايفين ان الحضارة الاسلامية او الحضارة العربية حضارة محتلة، واصحاب الحضارة الاسلامية او الحضارة العربية شايفين ان دي مجرد احجار وتماثيل ملهاش اي لازمة غير ان هي تستخدم في البناء والعمارة. ماشي انا معاك، بس سألت نفسك سيدنا عيسى، سيدنا يوسف، سيدنا ادريس كانوا في اي حضاره يا صديقي؟ النقوش الموجوده على بيبرس الجشنكير، عتبه بيبرس الجشنكير، من فضلكم محتاجين نراجع سلسله بيوت الحي اولى من مساخيط الميت اللي احنا كنا بنقدمها. السلسله دي مهمه جدا، بتوثق العماره الاسلاميه اللي بتحتوي على حضاره مصريه قديمه. دي عتبه بيداس عليها بشكل يومي عادي جدا، احنا ما عندناش مشكله مع الامر ده لان ده مسجد. لكن عندنا مشكلة مع الأمر الثاني، تعالوا بينا. وسواء كنت من أهل كيميت أو أهل الحضارة العربية أو أهل الحضارة الإسلامية، فلازم نبطل خناق ونجتمع على أمر واحد بس، هو المحافظة على تراثنا، المحافظة على تاريخنا، المحافظة على المكان ده اللي كل سنتين بنصوره. لكن عندنا فيه مشكلة. المشكلة إن المسلة دي أو العتبة دي بتتمحى تفاصيلها كل سنتين ثلاثة، بنصورها بتتعدم تفاصيلها العافية. فطبعا بخلاف الزبالة، بخلاف ان بيتعمل عليها بالبي، بخلاف الشاي والقهوة اللي بيتدلق عليها، احنا هنا قدام ما تبقى من وكالة الامير قسون الناصري الساقي اللي كان نسيب السلطان الناصر محمد بن قلاوون. عندنا مشكلة يا جماعة، العتبة دي مهمة جدا، تفاصيلها بتتمحي. لو بصيتوا هنا على التفاصيل، البطة الموجودة، الشمس، البطة دي كان لها رمز معبر جدا في الحضارة المصرية القديمة. شايف العلامة دي يا صديقي؟ معلش علشان في عربية زنقة المكان هنا، العلامة دي بتعبر عن بلاد أجنبية أو عن صحاري. تعال هنا شوف كده الرمز ده، رمز البطة رمز ملكي اللي بتنطق سارع ومعناها ابن الشمس، وده لقب لازم تلاقيه، لقب ملكي بيجي وراه خرطوشة لاسم ملك. وبالفعل هتلاقي هنا الخرطوشة لرمسيس الثاني، ميري آمون رع مس، ميرن آمون رع مس. وده حسب الترجمة اللي حاولنا نترجمها وساعدتنا في كده الدكتورة هدى عبد العزيز. وهنا هتلاقي دايما الخرطوشة مصاحبة للبطة، وهتلاقي البطة جنبها قرص الشمس. بالفعل انا مش جاي احكي لك على التفاصيل دي، بس معنى ان هي فيها خرطوشة تخص ملك ورمز البطة بهذا الشكل، معناها ان دي كانت عتبة مهم جدا، فاحنا جايين علشان ننقذها. كمان اهمية الوكالة هنا دي مسجلة اثر على فكرة. شايف الرمز الساقي اللي فوق ده؟ ده يا صديقي احنا قلنا ده رنك، الامراء كان ليهم رنوك مصوره، رنك اللوجو، الختم، اللوجو اللي بيختموا على مباني، اللوجو اللي بيكون على مبانيه، الختم اللي بيختموا على الرسائل. والملوك كان ليهم رنك كتابي. ولكن شايف هنا النص التأسيسي اتمحى، هنحاول نذكر النص التأسيسي اللي في الجانب الثاني. هنا كان بقايا كلمه مش ظاهر منها غير الخان المبارك. هنا بقى شوف قسون الساقي الملكي الناصري أدام الله عزه. طبعا انت زعلان اللي انا واقف على اثر مهم زي كده، لكن مش بتزعل لما بنشيل من عليه الخشب، مش بتزعل ان هو في حي ورش، مش بتزعل ان العربيات راكنه حواليه وبتكسر فيه، مش بتزعل ان احنا كل سنتين ثلاثه لما بنيجي نصوره بنلاقي ناقص منه حته. وزي ما بنعرض المشكله هنعرض ليها الحل. الحل ان المبنى يتنقل من هنا، وده سهل جدا على فكرة، ومش حل خزعبلي، لان دي كانت وكالة الصابون، والبوابة دي ما كانش مكانها هنا، ده هي اتحركت من مكانها، معنى كده ان هي اتشالت من هنا واعيد بنائها مرة تانية. وراها على فكرة مدرسة، وكل المكان المحيط اللي حواليها بيعاد إنشاؤه من جديد. فإيه المشكلة اللي احنا ننقل المبنى ده بالكامل والعتبة علشان نحافظ على النص التأسيسي الموجود ونحافظ على التاريخ المدون هنا على العتبة اللي بيتمحي كل سنة منه حتة. فالنهاردة احنا لو بنقرأ، لو بنقدر نقرأ الموجود على العتبة هنا، فالسنة الجاية يا صديقي
مش هنقدر نقراه. وعلى فكرة امر نقل العمارة مش امر جديد، معبد دندورة اتنقل بالكامل داخل المتحف الامريكي. مش عاوزين نوصل لنفس الحالة اللي وصل ليها النص التأسيسي على باب النصر، النص اتمحى بالكامل. شوفوا هنا مش هتشوف اي كتابات، هنا كمان مش هتشوف اي كتابات. باب النصر اللي بناها وطورها بدر الدين الجمالي امير الجيوش، مش هتلاقي غير النص التأسيسي اللي مكتوب عليه ولي الله، وكأنها اثبات لشيعية القاهرة وبس. فارجوكم احنا مش عاوزين نوصل لهذه الحالة. كمان هوريكم حاجة، اعذروني اللي انا هوريها لكم. مش عاوزين كمان نوصل لهذه المرحلة من البيبي. عيب ان باب النصر، الباب اللي كان بيخشوا الجيش وهو منتصر بس، ما بيدخلوش وهو مهزوم، الباب اللي ما كانش بيخش منه غير الامراء والسلاطين مش عامة الشعب، يوصل للحالة دي من البيبي. وفي آثار إسلامية قدرنا ننقلها من مكانها، فليه كمان ما ننقلش الجزء ده؟ ده جزء بسيط، سهل جدا في التكلفة، سهل في النقل. ممكن ننقله داخل المتحف المصري الكبير أو ننقله داخل متحف الفن الإسلامي، سواء بتكوينه الكتلي ده علشان نقدر نقول إن العمارة الإسلامية أخذت من العمارة المصرية القديمة كمان، ونعيد إحياء سلسلة بيوت الحي أولى من مساخيط الميت، أو ننقل الجزئين على حدة. فمن فضلكم أهل كيميت، أهل الحضارة المصرية، أهل الحضارة العربية، أهل الحضارة الإسلامية، نبطل خناق مين الأولى والأحق بالبلد وبالقطعة، ونحافظ فعليا على تراث البلد التاريخي، سواء التراث الإسلامي أو التراث العربي أو التراث القبطي أو التراث المصري القديم. أشوفكم على خير. بالمناسبة أنا مستعد أنقله على نفقات الشخصية علشان ما ندخلش في الإجراءات الروتينية الكبيرة. لو هو لسه هنعمل له ميزانية أو لسه هنشوف الأثر مكانه فين، فالأثر هنا في حي الجمالية، وسهل وبسيط جدا اللي احنا ننقله علشان نحافظ على التراث المصري ونحافظ على النص التأسيسي. أشوفكم على خير.